نداء بقى وطلب بسيط كده من حبايبي حبيباتي بعض البنات. لازم نقول بعض على طول. اللي مقطعين نفسهم على الحارس المتألق ياسين بونو، بقالهم كام يوم كده الحالة مش طبيعية. سيبوا الراجل يركز في شغله يا جماعة، مش كده يا جماعة. أيوة، الولد وسيم وجان ما شاء الله طول بعرض، ويستاهل ياخد لقب رجل كأس العالم كله، مش رجل ماتش امبارح بس، ولكن الراجل مرتبط ومتجوز ومخلف. فأرجوكوا يا جماعة سيبوا الراجل في حاله. واللي اعرفه برضو واللي كلنا عارفينه، لو انتم ما تعرفوش انا بقول لكم، انه بيحب مراته بيموت فيها. فعيب يا جماعه، ما يصحش الكلام اللي انتوا عمالين تكتبوه والرسائل اللي عمالين تبعتوها ليه او لمراته. هتقولوا لي عرفتي ازاي؟ عرفت ان بتبعتوا له بتبعتوا لمراته. فانا بحملكم مسؤوليه اي حاجه تحصل مع ياسين بونو الماتش الجاي. وبعدين امبابي ما بيرحمش، سيبوه يركز وادعوا له ربنا يوفقه في الملعب ان شاء الله وبره الملعب مع زوجته الجميله ايمان. ومش معنى ان زوجته بقالها 4 سنين ما نزلتش اي صوره ليهم على انستجرام او على اي موقع من مواقع السوشيال ميديا ان هي بقى مش بتحبه ولا الكلام ده. يا سيدي يمكن نجمه خفيف وبتخاف عليه من الحسد، يمكن الست بتخاف جوزها يتحسد، فهنتعلم منها. اتعلموا منها بدل ما تتنمروا عليها. شوفوا بقى الكلام الحلو، شوفوا بقى الست دي ازاي مهيئه جوزها لمحفل عالمي زي ده. شوفوا ازاي بتهتم باكله، بمظهره، بصحته، بشعره، ودايما بتدعمه، دايما سنداه وفي ظهره، ومخليه مركز في شغله. ها، مش بتشتته بتفاصيل تانية وحاجات فرعية وفسافس وفسافيس الأمور اللي كلنا عارفينها. فباختصار، كوني له إيمان يكون لك بونو، كوني له إيمان يكن لك بونو.